خالد عسلامة، مرحبا. مرحبا سي امين، مرحبا بك. شكرا على التواصل. كنت اسمع في شكون قاعد يقول زميلكم سي فخر الدين ترجمان. اليوم اتهامات وصل معناتها اتهامات وصلت الى حد انه اتهام بالفساد وتواطؤ مع شركات خاصه، وكنت اسمع في هذايا. نعرفش شنو تنجموا تعلقوا سيدي العزيز، تفضل. هو للاسف المحل احنا انه نلقاو رواحنا في بلاصتنا ونخدموا ونطوروا قطاعنا ونحاولوا باش نكونوا في مقدمه الشعب التونسي باش يطور اقتصاده وباش يرتقي به. نلقاو رواحنا نردوا على ادعاءات كاذبه وبيعان ريح والحقيقه ما ترتقيش لا لانتظاراتنا ولا احنا لاش موجودين اصلا في المنظمه هذه اللي كانت تعرفوا تاريخها وتعرفوا شنو اللي عملت. يعني للاسف الكلام اللي كنت نسمع فيه واللي سمعته برشا مرات واللي قاعد يتعاود بنفس الطريقه وبنفس المحتوى ما ينجم يكون كان يعني اقل ما يقال فيه انه عبث، واقل ما يقال فيه انه الناس اللي قاعده تقول جست باش تغطي بعض الاشكالات اللي وقعت فيها روحها. ما كناش احنا بيدنا ننتظر باش الناس هذوما الحقيقه نعدوهم على سي خالد هوني بخصوص الشركه الخاصه اللي ممكن متعاقدين معاه واللي هي تورد في البذور وكلام هذا، شو بدك تقول عليه؟ امين انا جيت هذه راهي مغالطه، هذه راهي مغالطه، يا اما تكون مغالطه والا تكون عدم فهم للسيد اللي قاعد يتحدث، وانا متاكد انه عدم فهم وغير وقدره تاع استيعاب للموضوع غايبه غياب كامل. نحن حبيت نقول من الاول انه راهو كل اللي قاعد يتعمل توا وكل اللي قاعد الحديث هذا اللي قاعد يتناقل هو مجرد ضغط على المنظمه باش تتراجع في رفع ملفات فساد متعلقه بذمه السيد هذا اللي كان، وهذا نحب نقول راهو كان رئيس اتحاد الجهوي بمنوبه، اليوم عنده قرابه العامين مطرود، وحكمت فيه الهياكل، حكمت فيه الهياكل متاع المنظمه. وتعرفوا انه كل منظمه عندها لجنه نظام وهي تتعدى لها الملفات هذه، والسيد هذا راهو مطرود وما عنده توا، هو منتحل صفه لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للكلام اللي قاعد يقول فيه راهو الكلام هذا مغلوط، والكلام هذا راهو فيه ضرر كبير بقطاع الحبوب في تونس، وفيه ضرر كبير بالفلاحه نتاع تونس، وفيه استبلاه للراي العام، واكثر من هكاك فيه اتهام لاكبر المؤسسات نتاع البحث العلمي في تونس اللي هي الإيراد. لانه احنا وقت اللي نقولوا راهو قاعدين نجيبوا في الحبوب من الخارج، والحبوب هذه والبذور من الخارج، والبذور هذه قاعد تجيب لنا في امراض، راهو هذا استبلاه، راهو هذا عدم علم بالموضوع اصلا. هذا من الناس ما همش فاهمين حتى شيء. نحن ما عندناش حاجه اسمها بذور مستورده، نحن عندنا بذور مكثره في تونس تحت المراقبه الكامله لمؤسسات البحث العلمي ومؤسسات الدوله، اللي كنا طالبنا به واللي طالبنا به سنين متعدده واللي تحقق اخيرا معناها في العامين اللي تعداو، وهو دعم البذور الممتازه. والبذور الممتازه فيها جانب تنتج الدولة وهياكل قريبة من الدولة وهياكل القطاع الاقتصادي التضامن الاجتماعي التعاضديات، وجانب آخر تخدموا الخواص. نحن قلنا مش معقول الدعم يمشي كان للبذور اللي تنتجها الدولة والهياكل القريبة من الدولة، والبذور اللي تجيبها الخواص أو اللي معناها يكثروها الخواص ما تنتفعش بالدعم، وهيك يقلل من النسبة متاع البذور اللي تتزرع في تونس بذور ممتازة. لأنه نحن إذا كان نعانيه اليوم في حاجيات كبيرة وقلة وإمكانيات باش ننتجوا الحاجيات الأساسية متاع التوانسة، ثم تعرفوا أن البذور الحبوب في تونس ننتجوا تقريبا 6 شهور من حاجياتنا في العام من الحبوب الصلبة، وقرابات 14 يوم ولا 15 يوم وساعات أقل في العام من حبوب اللينة. يعني هذا باش احنا نرفعوا من الانتاج ضروري ان نرفع من الانتاجيه، وباش ترفع من الانتاجيه ضروري انك تزرع حبوب، تزرع بذور ممتازه، والبذور الممتازه هي اللي تجيب بعد رعايه كامله من مؤسسات البحث
ومؤسسات البحث هذه راهي مؤسسات بحث تونسيه واضح. والتكسير نتاعها يقع في تونس وتباع للفلاح التونسي باش يزرعها باش هكا نجموا نرفعوا من انتاجيتنا. وصلت الصوره سي خالد. على انه احنا قاعدين نستوردوا في البذور من الخارج وتجيب لنا في الامراض، هذا راهو ضحك على الذقون. وصلت الصوره. نجموا نحكيوه للناس اللي ما تعرفش، اما الاصل انه انسان الحد الادنى انه تكون عنده شويه نزاهه والا شويه علم، ما تعرفش برا تعلم. شكرا سي خالد العراك مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري.